مساء المقبلات واللذاذة. ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية مخلل كده جامدين مشكل زي المخلل البينك بتاع زمان، فاكرينه؟ هنعمله ان شاء الله النهاردة، يستاهل بقكم بمناسبة الشهر الكريم، وكل عام وانتم بخير. مكوناتنا بسيطة جدا وسهلة، وتقدروا تضيفوا اي خضار انتوا تحبوه في التخليل. معايا اهم حاجة تكون المكونات كلها طازة. معايا قرنة بيضاية متوسطة، وخيار صغنن خالص، صغنن خالص، ولفت يكون املس كده، ويكون الحباية مش كبيرة قوي عشان ما يكونش فاضي من النص، وجزر. هنجيب طبق عميق كده، وهنغسل كل الخضار كويس ونشيل اي حاجة زايدة فيه. الجزر مش هنقشره عشان ما يتهريش معانا، هنشيل بس الزوايد اللي فيه. والخيار برضو عشان ما يتهريش معانا، يا دوبك بس حاجة بسيطة زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان محلول التخليل يدخل جوه منه، وفي نفس الوقت يبقى مقرمش وما يتهريش معانا. وقت التقديم نبقى نقطع زي ما احنا حابين. القرنبيطة برضو قطعناه صغير. اللفت مش هنقطع كل حاجة، او مش هنقشره كله، هنسيب الحتت البين كده بس، هنشيل الحاجات اللي هي الزوايد اللي بيكون فيها ترابة. بعد كده هنقطع الجزر. معايا قطعتين كده بالشكل ده، اي واحدة فيهم تنفع، او سكينة عادي. المهم نقطعه بالشكل اللي نفضله، بشكل عشوائي كده. انا اخترت دي عشان ادتني الزجزاج زي المحلات يعني. هنقطع كده بشكل عشوائي كل الكمية اللي معانا. طبعا مخلل احنا نقدر في البيت نظبط الملح بتاعه، بره بيكون حاد خالص، وبتمن كيلو مخلل من بره ممكن نعمل كمية كبيرة خالص تكفينا الشهر كله. اللفت بتكون الحبة كده متوسطة عشان تكون قلبها مليان كده، ومش مخوخ ولا فاضي من جوه، وتكون ملسة كده وطازة من بره. هنقطع برضو، بس الجزر بنخليه رفيع، اما اللفت بنخلي القطع سميكة شوية عشان اللفت بيستوي بسرعة وما يتهريش معانا. عشان بقى ناخد نكهة المخلل بتاع بره، جبت كده تشكيلة مخلل من عند حد كويس، مخلله كويس يعني مضمون. معايا شوية ليمون مخلل، وشوية شطة من الشطة الصغنططة دي، وشوية متخللين برضو، وشوية زيتون اسود، وشوية زيتون اخضر. وطبعا معانا مية برضو، مية مخلل بشطتها كلها كده، مش هنستخدم شطة اكتر من كده عشان ما تكونش حادة معانا. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها مع عيد المية، هنسيبها بعدين. وهنملى البرطمان المتعقم كده، معقمين البرطمان كويس خالص. ومعايا طبعا بنجراية صغنططة كده، هنغسلها كويس، مش هنقشرها. وهنضيف كده بعد ما نعبي تلت البرطمان، نضيف قطعتين من البنجر عشان كل الطبقات تاخد لون موحد، ويكون معانا بالشكل الاول اللي انت شفتوه في الفيديو ده. عبينا كده برطمان كبير وبرطمان متوسط وبرطمان صغير. يلا بينا بقى نعمل محلول التخليل. دي المية اللي اتبقت معانا مكان التخليل، مكان تقليب خليط المخلل او المخلل المشكل. هنضيف مية المخلل اللي اشتريناها، هنضيف بقى عليها مية تكفي ال3 براطيم من الفلتر، او مية متعقمة مغلية ومتسابة تبرد، دي او دي تنفع. هنضيف 4 معالق من السكر، وهنضيف ملح حسب الحاجة. احنا بقى نقدر نتحكم في الملح حسب مزاجنا. السكر بيديني قرمشة ويزود مدة صلاحية المخلل، اضيفوه مش هيأثر خلاص وهيكون جميل. وبعد كده نقلبه ونضيفه على المخلل لحد ما نملى البرطمان، ونغطي المخلل خالص عشان ما يعملش ريمة وحشة على الوش. بعد كده نجيب كيس نضيف من بتاع اللبن، نقفل البرطمان كويس بالغطا بتاعه، والكيس طبعا عشان خاطر يكتم المخلل ما يعملش بكتيريا، ونحطه في مكان مظلم 4 ايام بالكتير، ان شاء الله هناكل من المخلل ده. ممكن نلبس البرطمان كيس اسود ونحطه برضو في مكان مظلم. في كل الاحوال لازم المكان اللي جنب المخلل يكون مظلم عشان يساعد في عملية التخليل. ده انضف واحلى من المحلات، ونقدر نتحكم في الملح، وكمان نفس ونظافة ملهاش مثيل. خلصنا كده بالشكل ده، خلاص معانا احسن مخلل. اهم حاجة لما ناخد من المخلل بعد ما يستوي، ناخد بمعلقة نظيفة، منحطش ايدينا خالص عشان يفضل نظيف وما يكونش بكتيريا خالص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.